بصوا بقى، بعد ما جهزت عزومة 20 فرد من اول التحضير لحد التقديم، حسيت ان في تفاصيل كتيرة مهمة كده لازم اقولها لكم ولازم اعرفكم عليها في الفيديو النهاردة ان شاء الله. في الفيديو ده ان شاء الله هقول لكم ازاي نظمت وقتي وقسمت الشغل ازاي، وايه الحاجات اللي خلت الدنيا تمشي معايا بهدوء كده من غير توتر. لو عندك عزومة كبيرة قريب ان شاء الله، الفيديو ده هيختصر عليكي وقت كتير ومجهود كتير ان شاء الله. مبدئيا اكيد يعني لما نبقى مثلا عندنا عزومه بنبقى مجهزين احنا هنطبخ ايه، لكن ما نجيش يوم العزومه ونقول احنا هنعمل كذا وكذا وعاوز اعمل كذا وايه رايك اعمل كذا. لا، ما فيش رايك ومش رايك خالص في اليوم ده. في اليوم ده المفروض انت تكوني اصلا من بالليل مجهزه نص طبيخك او مجهزه الحشوات بتاعتك على الاقل. تمام. تاني حاجه، لو انت هتعملي مثلا طبخات محتاجه مثلا وقت كتير زي مثلا السمبوسه، محتاجه انك تعملي شويه سمبوسه، اكيد مش هتلفيهم يوم العزومه، لفيهم قبلها بيوم. بالنسبه مثلا للعصاجات، يعني سهل عليكي جدا ان انت تعملي العصاجات دي مثلا بالليل وانت واقفه في المطبخ، مش هتاخد منك وقت خالص. لو جهزتي مثلا عصاج المكرونه او عصاج الرقاق، عصاج السمبوسه، الكلام ده من بالليل هتسهل عليكي كتير يوم العزومه. بالنسبه كمان لو انت ناويه تعملي حلويات، يستحسن ان انت تعملي حلويات من بالليل، برضو مش هتاخد منك وقت خالص وهتنجزك يوم العزومه. هتبقي صاحيه من النوم عندك يا حلوياتك جاهزه، مش هتاخد منك وقت خالص، لان صعب جدا ان انت تعملي الحلويات نفسها يوم العزومه. ان هتعملي يوم العزومه ايه ولا ايه؟ كفايه عليك الطبيخ. تمام. لو ناوي يوم العزومه تعملي مكرونه بشاميل، يستحسن ان انت تجهزي البشاميل من بالليل، وعادي بيتحط في التلاجة مش بيحصل له اي حاجه. تمام. برضو لو ناوي تعملي خشاف او تمر هيتبل، يستحسن تبليه من بالليل، بس ما تحطيش معاه زبيب. تمام. نقع الزبيب لوحده والتمر لوحده، هيسهل عليكي كتير، لان برضو مش هنعمل كل ده يوم العزومه. قبل العزومه بيوم يستحسن ان انت تروقي شقتك وتظبطيها وتنضفيها، بحيث ان انت يوم العزومه ميبقاش عندك حاجات كتير تعمليها، برضو مش هتبقى صعبه عليكي. قبل العزومه بيوم برضو يستحسن ان انت توضبي الاطباق بتاعتك والمعالق اللي انت هتغرفي فيها يوم العزومه. ما تجيش يوم العزومه كده وتدوري بقى على الاطباق فين والمعالق فين والكوبايات والدنيا تبقى مش تمام معاكي. لا، جهزي حاجاتك من بدري. شايفين الطبق اللي قدامكم ده؟ جميل جدا في تقديم السلطات والمخللات. الاطباق الصغننه الازاز دي جميله. شايفين الاطباق البلاستيك الجميله دي؟ استخدمتها في ان انا قدمت فيها الخشاف، كانت جميله جدا. لان طبعا الخشاف يستحسن احنا نقدمه مش في كوبايات، يعني انه طبعا في ناس بتاكله بالمعلقه. تمام. لو انت عندك الميه بتقطع كتير يوم العزومه، خلي عندك طبق كبير غويط يعني، تمليه ميه وتخليه عندك في المطبخ، بحيث ان انت تغسلي منه المواعين لو الميه قطعت عليكي، ميبقاش عندك كراكيب كتير في المطبخ. دي برضو خطوه مهمه. بالنسبه لمقدار الرز اللي انت هتطبخيه، حاولي تطبخي لكل فرد. يعني انت مثلا لو عامله عزومه ل10 افراد هتعملي 10 كوبايات رز. لو حط عليهم شعريه، اعملي مثلا 8 كوبايات رز وكوبايتين شعريه، او 4 و4 على حسب انت بتحبي كميه الشعريه قد ايه في الرز يعني. عاوزه اتكلم بقى معاكم يا جماعه شويه على الطواجن الفخار الصغننه الجميله ديت. بجد يا جماعه عظمه. انا كنت شاريه الطاجن من دول ب5 جنيه ايام ما كنت انا بشتري، يعني من حوالي سنه تقريبا او سنتين مش فاكره. بس عاوزه اقول لكم نفعوني جدا في العزومه. لما باجي اعمل بسله مثلا، بحط البسله في طواجن، وكل واحد بيبقى قدامه الطاجن بتاعه، بجانب ان في نوع تاني خضار معمول زي البطاطس مثلا او اي نوع تاني. استخدمت كمان اللي هي الطواجن اللي هي المستطيله ديت، او البولات المستطيله دي جميله جدا في المخللات والسلطه. شايفين بقى الطواجن اللي هي البيضه ديت يا جماعه جميله جدا. انا بحطها في الفرن على فكره عادي، مش بيحصل لها اي حاجه. انا متعوده اصلا ان انا اعمل فيها الحاجات في الفرن، مش بيحصل لها اي حاجه، ما شاء الله جميله جدا. البولات البلاستيك دي نفعتني جدا في العزومه، لان انا قدمت فيها الخشاف، وكل طبق كان له المعلقه بتاعته. انا شاريه برده معالق بلاستيك كده ملونه. كنت شاريه الباكت اصلا ب10 جنيه تقريبا، كانوا 12 معلقه ب10 جنيه. بس ما شاء الله نفعوني جدا يوم العزومه، لان قدمت فيهم الخشاف. برضو البولات اللي هي الازاز دي برضو جميله يا جماعه. الحاجات دي جميله جدا في المطبخ، بتفيدنا كتير لما يبقى عندنا عدد كتير مثلا او عزومه كبيره. الحاجات الصغيره دي بتفيدنا جدا يعني. ما خلتنيش بقى اضطريت ان انا حطيت في كوبايات والكوبايات تبقى ضيقه على الخشاف وكلام من ده، لا نفعتني جدا الصراحه يعني. تاني يوم العزومه بقى حبيت ان انا ارتب المطبخ، لان طبعا كان كل حاجه مش موجوده مكانها خالص. حبيت ان انا انظم المطبخ كده وارجعه مطبخي بقى اللي انا متعوده عليه، يعني كل حاجه في مكانها وكده.
تحت هنا كنت المفروض ان انا بحط علب الزبادي، بس انا اصلا علب الزبادي فيها زبادي، فلما تفضى بقى واغسلها بحطها. حاجات برضو المفروض انت تكوني مجهزاها قبل العزومه، ان يبقى عندك ورق الومنيوم زي اللي في ايدي ده، بيفيد جدا في العزومه. كمان يا جماعه الاطباق الالومنيوم دي نفعتني جدا. انا حبيت ان انا احط قدام كل واحد طبق يكون فيه مثلا اللحمه والفراخ والمكرونه والسمبوسه وكل حاجه قدامه في الطبق ده مره واحده. اشتريتهم ما كانوش غاليين ولا حاجه، نفعوني. انا ما اضطريتش ان انا احط بقى اطباق، كفايه اللي انا طلعته من النشو كده. انا في العادي في مطبخي مش بحط اطباق من اللي هي بتاعه الصيني والاركوبال وكلام من ده في المطبخ. هو طقم اركوبال واحد بس اللي حطاه في المطبخ، ومعاه طبعا اطباق بقى استانلس وكلام من ده، لان عندي اطفال صغيره، بخاف ان هم يكسروها لي وكده، والباقي كله حطاه في النيش. اما يجي لي بقى عزومه بطلع الاطباق عادي وبستخدمها. طبعا يا جماعه تاني يوم العزومه لازم تعملي الخطوه دي، مهمه جدا، ان انت تجيبي فوطه وتنشفي بيها الاطباق بتاعتك. ما تحطيش الاطباق فيها ميه خالص في النيش، عشان برضو ما تعملش ريحه وما تعملش عفونه برضو في المكان اللي هتحط فيه وكده او رطوبه. انا هنا كنت بمسح بقى تاني يوم الاطباق بتاعتي اللي هي مغسوله كويس، وبحط كل نوع مع بعضه علشان كل نوع محطوط في مكان لوحده وكده. دي خطوه مهمه على فكره جدا يا جماعه. نصيحة مني، اما يبقى عندك عزومة حاولي ان انت تكوني منظمة امورك من بالليل. زي ما انا كنت قايلكم في الفيديو اللي فات، ان انا بجهز عندي ورقة وبجهز فيها او بكتب فيها كل الحاجات اللي انا محتاجاها او الطلبات اللي انا محتاجه ان انا اجيبها من بره. وكمان بكتب فيها الخطوات المفروض ان انا اعملها. يعني مثلا انا هعمل ايه الاول، هحط مثلا هعمل عصاج الاول، طب انا هعمل حلويات الاول، طب انا هبدا بايه في المطبخ، ايه الحاجات اللي انا محتاجه ان انا اعملها، اعمل لسته كده بحاجات اللي المفروض ان انا اطلعش من المطبخ غير وانا اكون مخلصاها ان شاء الله. ده بيسهل عليا جدا ان انا اكون مرتبه اموري ومرتبه الحاجات اللي انا هعملها. ما ادخلش بقى كده انا مش عارفه انا هعمل ايه ولا هخلي ايه ولا اسوي ولا اقعد افكر حتى، لا انا بكون مفكره اصلا ومجهزه كل حاجتي وكل طلباتي وكل الحاجات اللي انا هبدا ان انا اعملها خطوه بخطوه. تمام. برضو يا جماعه بالنسبه للتوابل بتاعتكم تكون جاهزه قبلها بيوم. ما تجيش يوم العزومه بقى وتضطري ان انت تبعتي حد يجيب لك ويخلي لك ويسوي لك، لا انت طلباتك كلها تكون جاهزه، وبهاراتك وسلطاتك وكل حاجه تكون جاهزه. تمام. انا بفضل جدا ان انا اعمل حلوياتي من بالليل، يوم العزومه من بالليل، لان اكيد مش هاجي يوم العزومه المفروض ان انا اكون مثلا بروق في مطبخي او بطبخ طبيخ اللي هو الطبيخ نفسه بتاع العزومه واقعد اعمل حلويات، اكيد يعني تبقى صعبه عليا قوي. تمام. يوم العزومه نفسه بقى ببقى مجهزه نفسي ان انا اكون مخلصه كل حاجتي ساعه العصر ما يبدا. العصر يبدا اكون مخلصه كل حاجه. بعد العصر ببدا اعمل ايه، بجيب الورق الالومنيوم بتاعي وابدا احط فيه اللحوم، وبكون طبعا محمره بقى اللحوم بتاعتي والفراخ واللحمه وكل الكلام ده، بكون محمراه ومسخناه، او مش لازم اسخنه، بكون حاطاه في الطبق ده. بجهز الاطباق الالومنيوم ديت من بدري واحطها كده على الصاج بتاع الفرن واسيبها بقى في الفرن. اول ما يبدا مثلا القرآن بتاع المغرب يدن بروح عامله بروح مشغله الفرن على درجه حراره هاديه وسايبه الحاجات ديت تسخن براحتها، بحيث ان ساعه الاكل يكون اللحوم بتاعتي ما تكونش بارده، تكون سخنه. تمام. كل اللي انا هعمله ان ساعه مثلا ما احس ان خلاص بقى الوقت خلاص ازح مني بقى، ان انا اسخن الشوربه والخضار بس. بالنسبه يا جماعه برضو للسلطات والعصاير ببقى صباها او مجهزاها في الاطباق بتاعتها من بدري. اول ما العصر يبدا برضو بروح حاطه السلطات بتاعتي في الاطباق بتاعتها او في البولات بتاعتها، وبرضو الخشاف او العصاير ببدا ان انا اجهزها. بتكوني مجهزه من بالليل الميه بتاعتك او الازاز بتاعتك بتاعه الميه، بكون ملياها ومطلعاها مثلا بره في مكان بره، عشان مش ساعه مثلا الناس عندي في البيت ومالين البيت وارجع ان انا اقعد ادور بقى فين الازايز وفين الميه ومش فين الميه، لا حاجتي تكون جاهزه من بالليل. تمام. بالنسبة للخضار وكمية الخضار اللي انتي المفروض تعمليها، انا كان عندي العزومة مثلا 20 فرد، انا كنت عاملة البسلة، كنت شارية 2 كيلو متفرطين عملتهم، وكنت عاملة حوالي مثلا 3 أو 4 كيلو بطاطس، ده غير بقى الجزر والحاجات اللي انا حطاها على الصينية. انتي عندك الكمية اقل قللي الكمية. طبعا يا جماعة لو انت عاملة نوعين خضار بتقللي كمية كل نوع، لكن لو عاملة نوع واحد بتكتري منه. انت على حسب الناس اللي عندك، وعلى حسب انت حاسة مثلا الناس عندكم مثلا طبيعة اكلهم عاملة ازاي، في ناس اكلها ضعيف وفي ناس اكلها يعني بتاكل كتير. انت بقى وراحتك وانت ونظريتك كده. عاوزه اقول لكم بقى يا جماعه الصينيه ديت نفعتني جدا يوم العزومه، لان انا الصينيه الصغننه ديت انا حطيت عليها قطعت الكنافه بتاعتي مربعات صغننه كده وحطيتها عليها. والصينيه البيضه ديت يوم العزومه برضو كنت مطلعه عليها الجلاش، كنت رصاه كله فوق بعضه كده ومطلعته بره، اللي عاوز ياخد بقى بيمد ايده ياخد اللي هو عاوزه. تمام. طبعا ده من بالليل برضو، حاولي انت تجهزي حاجاتك دي من بالليل. الصينيتين دول نفعوني جدا الكبار دول في ايه بقى، في ان انا مثلا كنت بطلع عليهم الاكل مره واحده، مش بطلع طبق بطبق، لا بملى الصينيه دي مثلا اطباق شوربه وتطلع، بملاها اطباق رز وتطلع، فبتساعد عليك ان انت ترصي السفره بتاعتك بسرعه. تمام.
انا كده كان تاني يوم العزومه، رجعت كل حاجه مكانها ورجعت المطبخ منظم زي ما انا حباه يعني وزي ما انا متعوده عليه. في الاخر بقى يا جماعه عاوزه اقول لكم ان اهم حاجه في العزومه نفسها هو التنظيم وترتيب كل حاجه، مش الاكل خالص. لا، ان انت تكوني منظمه وقتك ده بيفيدك جدا في العزومه، بيخليكي مش متوتره وتعملي عزومتك في جو هادي كده. لو استفدت من الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه لو انت لسه ما اشتركتيش عشان يوصلك كل تجهيزات الفتره الجايه. اكتبوا لي بقى في التعليقات اكبر عزومه انت عملتها كانت كام فرد، وحابين تشوفوا مثلا الفيديو الجاي عن ايه الوصفات اللي انتوا عاوزين نعملها لكم. اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله اعمل لكم اللي انتوا عاوزينه. وباي باي.